ايه رأيكم في الطبق الجميل ده؟ لا مش كيكة، دي حجازية اسكندراني. شايفين الحلاوة؟ يلا لو عندك كوبايتين سميد، كوبايتين دقيق، تعالي هاتيهم وتعالي يلا نعمل أحلى صينية حجازية اسكندراني هتشوفوها، سهلة وجميلة وزي ما انتم شايفين كده. تعالوا يلا نشوف هنعملها ازاي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كتير من أصدقائي المشتركين معايا في القناة طلبوا مني الحجازية الاسكندراني، إن شاء الله هنعملها النهاردة. وطلبوا كمان العزية الدمياطي والسمنية البورسعيدي. وبمناسبة السمنية برضه بتتعمل في دمياط حلوة قوي. كنا لما نطلع من المدرسة، أول ما نطلع من مدرستنا في الشتاء نجري جري نشتري السمنية ديت من الراجل البياع، كان بيبقى طعمها حلو قوي. إن شاء الله هعملها لكم. بس هنبدأ النهاردة بالحجازية الاسكندراني، ودي طبعا من الحاجات الجميلة جدا في الشتاء، ومغذية جدا. طبعا الحاجات اللي احنا حاطينها فيها مفيدة جدا، السميد والدقيق والقرفة وجوز الهند واللبن. يعني كل المقادير اللي فيها مقادير مفيدة جدا لنا. هقول لكم على المقادير، بس قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة، أتمنى اللي مشتركش معايا في القناة يشترك، وبشكر أصدقائي اللي بيدعمونا بلايك وتعليق ومشاركة الفيديوهات. وبقول اللي ما يشتركش معايا يشترك، يدخل القناة يلاقي كل الحاجات اللي فيها سهلة وجميلة وفيها معلومات حلوة عن كل حاجة بناكلها. وإن شاء الله تنوروني كده كلكم في القناة. قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا هقول لكم المقادير. المقادير دي هنعمل بقى صينية، يعني مش كبيرة قوي، صينية صغيرة. يعني هحتاج 2 كوب سميد ناعم، سميد البسبوسة كوبايتين. والكوباية ديت أنا معايا رباية دقيق بتاعي برضه، يبقى كده كوبايتين سميد، كوبايتين دقيق، نص معلقة ملح، معلقتين سكر، في ناس بيستغنوا عن السكر في الخطوة دي، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة خميرة. وهحتاج نص كوباية سمنة على زيت. الزيت طبعا في الوصفة دي هو اللي بيدي لل... للحجازية بتاعتنا اللون الذهبي الجميل اللي احنا هنشوفه بقى ان شاء الله. وكوباية الا ربع لبن. دي دي اول خطوة في الوصفة بتاعتنا. هبدأ بقى دلوقتي انزل بالمكونات الجافة على بعض واوريكم هنعمل ايه، وبعد كده نبدأ في النص التاني ان شاء الله. اول حاجة طبعا هنزل بالدقيق بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى من الحاجات الجميلة أوي في الشتاء. كوبايتين السميد بتوعنا بنفس الكوباية، يعني أنا معايا قد إيه بنفس كوباية اللي عايرت بيها السميد. سميد ناعم، يبقى كوبايتين سميد مع كوبايتين دقيق، ما يجيش نص معلقة ملح، معلقتين سكر. ممكن تستغنى عن الخطوة دي، في ناس ما بيحطوش، أنا حبيت إن أنا أحطها في العجينة. معلقتين سكر عشان خميرة، معلقة بيكنج باودر، أنا كنت طبعا مستخدمة بقى واخدة منه، دول شوية متبقيين. أي حاجة تبقى عندك اوعي ترميها، اقفليها وسيبيها كده احتفظي بيها، بنحتاجها في الأوقات اللي احنا. عملت معاكم فيديو قبل كده عن إن احنا ساعات بنيجي نعمل أي وصفة ما بنلاقيش حاجة زي كده، كتير بيحصل معايا. معلقة خميرة. كده احنا حطينا كل المكونات الجافة ونقلبها مع كده مع بعض.
هنزل دلوقتي بميكس السمنة على الزيت. بسم الله. نقلب بقى لغاية ما الدقيق والسميد يشربوا المادة الدهنية بتاعتنا دي. طبعا أنا هستخدم ايه دلوقتي، ومعلش هو عارفة البنجانات وانا بشتغل، يعني مش معقولة هبقى لابسة جوانت في الشغل طول النهار واجي البسه وانا كمان في الطبيخ. بصراحة ما بصدق اني اقلع في الشغل. كده الدقيق بتاعنا شرب كل المادة الدهنية اهو. انا طبعا لسه هبسه شوية بايدي، بعد كده ابدأ في العجن بقى. السميد بيقعد شوية على ما بشرب السوائل. بس كده. هبدأ بقى دلوقتي أنزل باللبن بتاعي حبة حبة، يعني مش هنزل بالكوباية أنا جايبة كوباية، هو بياخد كوباية إلا ربع. هنزل باللبن واحدة واحدة لغاية ما أشوف العجينة بتاعتي عاملة ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. السميد بيشرب السوائل اهي، يعني تحس إن قوام العجينة بدأ يتغير معاك. هنفضل نديله كده في اللبن لغاية ما ايه، لغاية ما نحس إن هي خلاص بقت عجينة سهلة التشكيل. هنزل حبة لبن كمان وعجن. في الشتا بقى بيحتاج الحاجات الجميلة اللي احنا بنعملها دي، الحجازية، العزيزية الدمياطي، السمنية. العزيزية طبعا، الحجازية اللي احنا بنعملها ديت سهلة قوي، يعني ممكن أي حد فيكم يعملها، حتى لو بنوتة لسه صغيرة ممكن تعملها، يعني مش صعبة ولا حاجة. هبدأ أختبر العجينة بتاعتي، لو لقيتها بتشقق من الجنوب كده بعد ما لسه محتاجة سنة. طبعا كل ما بنعجن السميد بيشرب السوائل، والعجينة شكلها وقوامها بتغير معانا تماما. كل شوية قوام العجينة بيختلف عن الأول. اختبر بقى العجينة تاني. تمام كده اهي، معلش بتشقق معانا ولا حاجة.
هركنها بقى على جنب لغاية ما ابدأ اجهز الحشوة بتاعتنا، واقول لكم الحشوة عبارة عن ايه. هنحضر دلوقتي الحشوة بتاعتنا. الحشوة عبارة عن كوباية سميد، كوباية سكر، محمرة بشر اهوت. هحط معلقتين، في ناس ممكن ما يحطوش البشر، بس انا هحط معلقتين بس عشان الريحة بتاعتها بتبقى حلوة. 4 معالق قرفة، وهحط 2 باكت فانيليا، بس دي كده الحشوة بتاعتنا اهي. كوباية سميد، كوباية سكر، 2 باكت فانيليا، و4 معالق قرفة. وطبعا الخليط دوت هيعوز ننسمه كده بشوية مية مش كتير، يعني هنحتاج بس نخليه زي الرمل كده، عشان لو حطيناه بالمنظر ده طبعا مش هيمسك في العجينة بتاعتنا. متحطيش مية كتير طبعا، عشان هيبقى برضه لو حطيت مية كتير هيبقى صعب في الفرد على العجينة. يدوبك بس بنخليه كده عامل زي الرمل، نخليه مرمل كده. بس كده، شايفة؟ يعني لا هو ماسك قوي ولا هو فرول قوي، تحس ان هو رمل كده بس. هبدأ دلوقتي بقى معاكم بفرد العجينة. هنقسم طبعا العجينة بتاعتنا نصين، هركن ده على جنب كده. هقسم العجينة بتاعتنا دي نصين، نص كده هاخده معايا في الصينية، ونص هسيبه لما احطه على الوش. هنجيب بقى ستريتش او اي كيس عندك نضيف زي ما انا عملت كده. هنجيب ونحط فيه نص العجينة الاولاني، ونفردها على مقاس الصينية بتاعتنا. نفردها على الاخر لغاية ما تبقى مظبوطة في الصينية بالظبط. الموضوع يعني متعب شوية، بس هو بجد لما تعملوها وتلاقوا طعمها تدوقوا طعمها جميل هتقولوا لأ. بس ده كده
ده كده اللي هنحطه على الوش. هطلع بقى بالكيس ده كده اركنه على جنب. كده من المنظر ده كده اركنه على جنب. تمام. هنجيب بقى النص التاني اللي معانا، نفرده بقى في قلب الصينية بتاعتنا اللي هنسوي فيها الحجازية، من غير مادة دهنية ولا حاجة، هو مش محتاج أصلا. هنفرده في الصينية بتاعتنا. وانت بتفرديه بقى على الآخر كده تحاولي تعملي له جنوب كده من هنا، عشان لما نحط الحشوة ما ما تطلعش على وش العجينة. بنعمل لها جنوب كده من هنا. سهلة جدا وممتعة جدا، والمطبخ كله عموما الشغل في المطبخ حلو. تمام زي ما انتم شايفين كده. تعمل لها جنوب كده من هنا عشان لما ننزل بالحشوة بتاعتنا الحشوة ما تطلعش عليها على العجينة من بره، والسكر بتاعنا يكرمل وتبقى مشكلة. هنزل بقى بالحشوة بتاعتي على العجينة من هنا. هفرد بقى الحشوة كده. سويت كل الحشوة زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالعجينة اللي انا عاملاها في الاول خالص على الحشوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمنظر ده كده. وهرجع برضو اساوي العجينة بتاعتنا كده. وهنحاول ان احنا نقفلها كويس. وطبعا هضغط عليها تاني بالشبكة بتاعتنا.
زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى شوكة كده واعمل عليها خطوط كده بالطول. طبعا انا مولعه الفرن بتاعي، لازم ندخلها على فرن سابق التسخين. وهقطعها طبعا قبل ما ادخلها الفرن. هدخلها على فرن سابق التسخين زي ما قلت لكم، تقعد من ربع لتلت ساعة، ولما تطلع ان شاء الله اوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين اللون الحجازية جميل ازاي. اول طبعا ما تطلع من الفرن مش هنيجي جنبها خالص، يا دوبك بس هنراجع كده او هنقطعها تاني على التقطيع اللي احنا مقطعينها، وهنسيبها لما تبرد خالص. مش هنطلعها خالص إلا لما تبقى باردة خالص عشان متتكسرش. بالراحة خالص، هنتعامل معاها بالراحة خالص لأنها هتتكسر. هسيبها لما تبرد، بعدين احطها في اطباق واوريكم شكلها عامل ازاي. وبنستنى بقى لما صينية الحجازية الجميلة بتاعتنا تبرد تماما، ونطلعها بإيدي كده. شايفين القطعة عاملة ازاي، شايفين اللون، التسوية بتاعتها شايفين اللون جميل ازاي بجد. نوع حلويات جميل جدا، اتمنى تجربوه، بتبقى حلوة اوي في الشتاء. ويا ريت لو الفيديو عجبكم متبخلوش عننا بلايك، مشاركة الفيديو، مشاركة في القناة، تعليق حلو منكم. اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله.